السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض العصير اللي قلب السوشيال ميديا كلها، اللي هو ترند اليومين دول، عصير ليمونادة الفرنسي. عصير ليمون بالحليب، بجد طعمه تحفة وحلو جدا، يبرد ويرطب كده على القلب. يلا بينا نشوف عملناه ازاي النهاردة. شايفين الفوم بتاعه ما شاء الله بجد تحفة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. مبدئيا كده هنا كوباية مية وفيها قطع تلج، مية ساقعة. وحطيت هنا كوباية لبن، وهحط هنا تلج يكون مجروش. التلج هنا هو اللي هيرطب ويخليلك العصير بتاعك يبقى الطعم فيه حلو، لان الجو حر فمحتاج ان احنا نرطب ونعلي الرطوبة بالقطع التلج بخلاف المية الساقعة بس. وحطيت هنا سكر، والسكر طبعا بيكون حسب الرغبة. بضرب اللبن بقى والمية والسكر كده بس الاول عشان السكر يدوب، وبعدين تعالوا بقى نشوف الخطوة التانية اللي هنعملها مع العصير بتاعنا النهاردة. الخطوة التانية هنا احنا هنحط الليمون بقشره بدون ما نطلع البذر، ومش هيدينا اي مرارة ولا اي حاجة، لان الفرق هنا التكاية في الضرب. احنا مش هنضربه ضرب كتير بحيث ان احنا بس ضربتين ناخد منه المزازة بتاعة القشر وبتاعة البرتقال. انا كده قطعت حوالي 7 ليمونات، وطبعا انتوا هتحطوا الكمية اللي انتوا تكونوا عايزينها. انا الليمون هنا وسط. هنا بعد ما ضربته بقى وعمل فوم حلو بقى بالشكل ده، باخد بقى كده الليمون هنا بالقشر بتاعه، وما بي ما بي يعني احنا ما بيبقاش مر ولا اي حاجه. والله جربوه ان شاء الله، وان شاء الله هيعجبكم. طريقه الضرب هنا بقى يا دوب ان انت تديله ضربتين بس كده، بحيث ان البرتقان انا اخد منه المزازه بس، ما بيكونش مضروب ضرب ناعم. تمام، يعني هي تكتين كده وخلاص على كده. وبعدين بقى ببدأ ان انا اصفيه. وشايفين دلوقتي هتلاقوا ان القشر بتاع البرتقال بتاع الليمون ما انضربش او ما انطحنش جامد، فمش هيبقى مر ولا اي حاجة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اصفيه. بجد طعمه حلو جدا، ان شاء الله تجربوه. هنيجي هنا نقدموه حتى برضو في الكوبايات قطع تلج، لان الحاجات العصاير دي لما بتبقى باردة او ساقعة خالص بتبقى طعمها حلو. شايفين الفوم بتاعه بجد ما شاء الله طعمه حلو جدا وبيرطب على القلب. وكمان بدل ما نشتري الحاجة من بره نعملها، او نروح اي كافيه نعملها في البيت بكل سهولة بتزيين بسيط كده. حطيت هنا شرايح ليمون، تقدري بقى تجيبي شاليمو تقدري تشربيه كده، مفيش اي مشكلة. المهم بجد حلو جدا، جربوه ان شاء الله وان شاء الله ينال اعجابكم. اتمنى تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك للفيديو، تفعلوا الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.